يعني إيه شاب صغير في السن وباين عليه متسول يدخل يقتل القائد الفرنسي في قلب القصر بتاعه؟ في مصر سنة 1800 كان وقتها الاحتلال الفرنسي مسيطر على مصر، وكان القائد بتاع الجيش الفرنسي وقتها كان اسمه الجنرال كليبر. وكليبر ده كان شخص نرجسي بيحب جدا إن يكون دايما القائد، يكون دايما القوي. والفترة اللي كان كليبر موجود في مصر ما كانتش فترة كويسة ولا حاجة. زيه زي أي مستبد، انتشر الفساد، انتشر القتل، ضرايب باهظة على المواطنين لحد ما جابوا آخرهم. فترة ما كانتش سهلة خالص على المصريين. في المشهد التاني شاب بيدرس في الأزهر من أصل سوري. في وقت من الأوقات الشاب ده رجع تاني لسوريا، وبعدها راح القدس وقابل 2 من الضباط اللي موجودين في الجيش العثماني، واللي أقنعوه بطريقة أو أخرى إنه يقتل كليبر. وفعلا قدروا إنهم يقنعوه، ورجع تاني الشاب ده لمصر. وزي ما قلت لك إنه كان بيدرس في الأزهر، فراح لشيوخه اللي موجودين في الأزهر، وكانوا 4 شيوخ، وقال لهم على الخطة اللي كان عاوز يعملها. الشيوخ قالوا له شيل الفكرة دي خالص من دماغك، وما رحبوش بالفكرة. لكن الشاب ده ما سمعش للشيوخ بتاعته، وبدأ يروح عند القصر اللي فيه كليبر عشان يعرف الروتين بتاع يومه ماشي ازاي، بيخرج امتى، بيجي امتى، بيتمشى في الحديقة بتاعته امتى، لحد ما جت اللحظة الحاسمة، واللي كانت يوم 14 يونيو 1800. الشاب لبس لبس متسولين على أساس إنه شخص فقير وإن عنده مظلمة وعايز يعرضها على كليبر. فدخل القصر وقرب لكليبر وطعنه 5 طعنات موتوا كليبر في نفس الوقت. طبعا وقتها الاحتلال الفرنسي والدولة الفرنسية هاجوا جدا، والموضوع ما كانش عاجبهم. يعني إيه شاب صغير في السن وباين عليه متسول يدخل يقتل القائد الفرنسي في قلب القصر بتاعه؟ والدنيا وقتها اتقلبت، وظلم الحملة الفرنسية زاد على المصريين من قتل ونهب وسرقة وظلم كل اللي تخيله، لحد ما قبضوا على الشاب ده. وفي التحقيقات الشاب ما أظهرش أي لحظة ندم، وده طبعا أثرهم أكتر، فزودوا عليه التعذيب النفسي والجسدي. وفي النهاية ده بني آدم فضعف، وقال لهم على الخطة بالظبط إنه راح سوريا، ومن سوريا راح القدس، والضباط العثمانيين أقنعوه، وإنه راح للشيوخ بتاعته بس قالوا له لأ. بس الجيش الفرنسي ما سكتش، قبض على 3 من ال4 شيوخ لأن الشيخ الرابع هرب، وأعدموا ال3 شيوخ قدام الشاب ده. وفي محاكمة هزلية استمرت ل4 أيام بس، قرروا إنهم يعدموا الشاب ده على الخازوق. طبعا بدأت تتجمع القصة، وأيوة اللي أنا بكلمك عليه هو سليمان الحلبي. وعشان تكون عارف، الخازوق وقتها كان عبارة عن خشبة طويلة وفي أولها سن حديد مدبب بيدخل بالعافية من أسفل المؤخرة عشان يخرج من أحد جوانب الكتف أو من الجمجمة. طبعا طريقة تعذيب بشعة، ونفذوا الحكم على سليمان الحلبي قدام كل الناس. وطبعا لو جيت تتخيل هتقول انه مثلا ممكن يقعد 5 دقايق ويموت، لانها طريقة وحشية ومحدش يقدر يستحملها، وخاصة انها بتخترق الجسد، يعني بتدمر كل الاعضاء مرورا بكل الاعضاء لحد ما تخرج. بس الجيش الفرنسي وقتها من وحشيته كانوا بيأكلوه ويشربوه بالعافية وهو على الخازوق عشان يتعذب أطول فترة ممكنة. وفعلا سليمان الحلبي قعد على الخازوق حوالي ساعة، وفي النهاية توفى. واللي أنا عاوز أوصله لك والرسالة من الفيديو بتاع النهاردة إن مهما زاد الظلم والفساد هتلاقي حد بيقاوم الظلم ده. وأشوفكم في قصص تاريخية جديدة.